السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد مع مطبخ وصفاتي. وهانا سهلت عليك يا اختي، وانتي العام اللي يجي يلقاك محنه مع الورقه ديال البسطيله واش تفوريها ولا تطبخيها. جبت لك الورقه ديال البسطيله ديال المصلوح اللي كتجي شفافه ناجحه من التجربه الاولى، كوني اكيده الا جربتيها راه غتنسيك في جميع الطرق. كما العاده ما ننساش الصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ودابا ان شاء الله خليكم مع المقادير وكيفيه التحضير. على بركة الله، باقتراب شهر رمضان الفضيل الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة، غنحضر معكم ان شاء الله الورقة ديال البسطيلة اللي كنحتاجوها لا في الحلو ولا في الملاح، وكنبغيو هكايا شي طريقة اللي كتكون سهلة. ننصحكم بهذه الطريقة هذه من اسرع وانجح الطرق اللي يمكن لكم هكايا تحضروا بها الورقة واخا تكونوا عمركم ما حضرتوها. ولكن واخا الطريقة سهلة ضروري تتبعوا جميع الملاحظات اللي غنذكرهم لكم داخل الفيديو باش تنجح معكم الورقه من التجربه الاولى، لان كاين ملاحظات اللي خصكم ضروري تطبقوهم. المهم هنايا كما لاحظتوا معايا احتاجت ل4 ديال الكؤوس ديال الدقيق اللي هي 400 غرام، كاس ديال الفينو ولا دقيق القمح الصلب اللي هي تقريبا واحد 125 غرام، مع شويه ديال الملح، وكنعجنوا بالماء يكون بارد يعني من روبيني. اول ملاحظه هي العجينه، حاولوا تقصحوا العجينه بقدر الامكان. كل ما قصحتوا العجينه ديالكم كل ما الورقه كتجي مفروره على بعضها، يعني ضروري ومؤكد العجينه ما خصهاش تكون عندكم خفيفه. لاحظوا معايا هنا من بعد ما جمعتها ووريتها لكم مباشره عجينه صلبه، وإلا كان ممكن ديروها قصح من هكا غير ديروها. لاحظوا معايا بحال الشكل هدايا. بالنسبه للماء تقريبا دخلت كاس، نص كاس الثاني ماشي كامل، هذا كيبقى على حسب الامتصاص ديال الدقيق ديالكم. وكذلك ممكن تحضروا غير نص الكميه، يعني الناس اللي بغاو كيحضروا غير نص الكميه كتقسموا جميع المكونات. العجينه ديالنا في الاول ما كندلكوهاش لانها كتكون صلبه، كنخليوها ترتاح هكا واحد 10 ديال الدقائق، ومن بعد كنديوها ونجيبوها على السطح ديال العمل حتى كتندمج، وعاد كندهنوها بشويه ديال زيت نباتي وكنخليوها ترتاح تقريبا واحد 20 دقيقه ولا 30 دقيقه. يعني الا كان عندكم هكا الوقت يمكن لكم تخليوها ساعه جوج سوايع، تعجنوها بالليل وتخليوها حتى الصباح. يعني عجينه ما فيها لا خميره لا والو. اهم حاجه كنرجع ناكد عليها هي عجينه خاصها تكون قصحه. لاحظوا معايا من بعد ما كترتاح يمكن لكم تجبدوها كما حبيتوا، عجينه هكايا كتحسوا بها بحال شي بلاستيك. لاحظوا معايا يعني كنجبد عجينه ناجحه. واحد من الاسرار اللي كيخلي الورقه تجي شفافه هي العجينه خاصها تكون ناجحه. وكنقسموها ل 30 كويره، يعني بالنسبه للحجم ديال الكويرات خصو يكون صغيور تقريبا هكا بحال الحلوى اللي كنكوروها. كنخليوها حتى كترتاح. ودابا غندوزو ان شاء الله نحضروا الخليط ديالنا، لان الجو بارد دائما كنخليو العجينه ترتاح شي شويه. غنحتاج نص كاس ديال زيت نباتي، وكذلك ملعقه ونصف ديال الدقيق، يعني نفس الدقيق اللي عجنا به. بالنسبه لهذا الخليط هذا كنسرحوا به وكنورقوا به الورقه ديالنا. وعلى بركه الله غنحتاجوا ل5 ديال الكويرات، وكنبداو هكا نسرحوهم غير شي شويه بحال هالشكل هدايا، ومن بعد كنوضعوهم على بعضهم. لاحظوا معايا في الطريقه راه ساهله، ودائما هاد الزليفه كتحاولوا كيدوزوا اليد ديالكم في الوصل لان داك الدقيق كيهبط. وكنوضعوا 5 ديال القطع على بعضهم كما موضح معكم، وبنفس الطريقه غنستمر، ما ديروش اكثر من 5 ديال القطع. ودابا ان شاء الله غندوزو مباشره نطيبو. كنبداو من القطعه الاولى كنسرحوها. لاحظوا معايا السمك ديالها. في هذه المرحله هذه غنحتاجوا الورق ديال الطبخ. بالنسبه للورق ديال الطبخ حاولوا هكا تستخدموا شي نوعيه اللي كتكون كي بحال اللي مشمعه وكتكون هكايا مالسه، ما ديروش داك الكاغيط اللي كيكون هكايا عادي، فهذاك غيلصق لكم الورقه ديالكم. يعني الورق ديال الطبخ خصو يكون من نوعيه جيده كتحسوا بها هكايا مالس وبحال اللي مشمع. في هذه المرحله هذه غنحتاجوا المكوات ولا الحديده ولا المصلوح. المهم حنايا في المغرب اكثريه كنسميوها هكايا المصلوح ولا الحديده ديال التسريح ديال الحوايج اللي كتكون عندنا مسخنه من قبل، يعني كنخليوها حتى كتسخن وكترتفع الحراره ديالها. وعلى بركه الله كنبداو هكايا نطيبوا في الورقه ديالنا. لاحظوا معايا ما تضغطوش هكايا بزاف وتمشيو العجينه، الا مشيتوها راه غتوسع معكم، وهكا الورقه ملي غتجيو تفروها عن بعضها غتلقاوها لاصقه لانها غتكبر بزاف. يعني حاولوا هكايا دوزوا اليد ديالكم غير من الفوق بحيث هكايا العجينه كتبقى يعني تقريبا محافظه على نفس الشكل. الا كبرت كتكبر غير شي شويه، يعني ماشي بزاف. كنرجع ناكد لكم
يعني على الحديده ما تضغطوش عليها باش العجينه ديالكم ما توسعش معاكم، حتى كتشد هكايا العجينه راسها شي شويه، داك الساعه عاد كتبداو تمشيو هكايا الحديده ماشي مشكل. اما في الاول الا ديتو الحديده وجبتوها راه العجينه راه غتمشي مع الحديده. ولاحظوا معايا هي كطيب واللون ديالها كيتغير، يعني باش كتعرفوا بلي الورقه راه بدات كطيب اللون ديالها كيتغير بحال الاشكال هدايا. بالنسبه للمده ديال الطياب كيبقى على حسب الحديده ولا على حسب المصلوح ديالكم، كل ما كان المصلوح مجهد كل ما الورقه ديال البسطيله راه دغيا كطيب. من بعد ما كيتغير اللون ديالها كما كتلاحظوا معي كنبدا هكايا نمشيها غير بشويه تقريبا هكايا، يعني بشويه. انا كنحاول هكايا تقريبا ما نزربش الفيديو باش تشوفوا جميع التفاصيل. من بعد ما كيتغير اللون ديالها كنقلبها وكنمسحها هكايا، لان السطح ديال العمل سرحت عليه العجينه ما خصنيش هكايا المصلوح يتقاس بالزيت. كنمسحوها وكنكملوا بنفس الطريقه. دابا واخا تمشيو هكايا المصلوح ماشي مشكل، فالعجينه صافي راه شدت راسها. لاحظوا معي بحال الشكل هدايا بنفس الطريقه اللي كانت في الاول حتى هي كندوزو هكايا المصلوح من الفوق. وهنايا كنبدا هكايا نمشي المصلوح غير بشويه تقريبا كنحسب 3 وكنخبطوا، نحسب 3 ونخبطوا كما ذكرت لكم. كيبقى على حسب المصلوح ديالكم باش كتعرفوا بان الورقه ديالكم طابت راه كتفر عن بعضها. هنايا غنشوف عليها لاحظوا معي راه بدات كتفر ولكن راه مازال خصها شي شويه. والمده ديال الطياب يا احبائي راه دغيا كطيب تقريبا هكا واحد 5 ديال الدقائق 3 4، كيبقى على حسب كما ذكرت لكم السخونيه ديال المصلوح ديالكم. ملي كتحسوا كيبني الورقه صافي بدات كتحيد عن بعضها عرفوها بلي راه طابت. ولاحظوا معي ما شاء الله لا داعي للشكر، النتيجه راه باينه قدامكم. الورقه كتجي شفافه احسن من اللي كتباع بمليون مره. لاحظوا معي بعدا وهنايا كتفروها غير شويه بشويه باش ما تقطعش معكم. كما ذكرت لكم النجاح ديال الورقه ديال البسطيله هي العجينه خاصها تكون قاصحه. لاحظوا معي هنايا كتر ما هي رقيقه 2 ديال الحبات مازالين لاصقين وظنيت بلي راه غير وحده. ما شاء الله شفافة ناجحة 100%. ما عليكم إلا تطبقوا الوصفة. وفي الأخير يا أحبائي كتبقى مجرد فكرة ولكن فكرة اللي رائعة اللي يمكن لكم تستغلوها وتحضروا بها الورقة ديال البسطيلة في هذا الشهر ديال رمضان. كما ذكرت لكم الله يدخلوا على الأمة الإسلامية بالصحة والسلامة. كذلك ممكن تحضروها حتى في المقلة بالنسبة للناس اللي ما بغاوش كيحضروها في المصلوح ولا ما عندهمش. يمكن لكم كيجيبوا المقلة ديال الحرشة وديروا له هكا واحد العازل ديال الحرارة من التحت بحال اللي كنديروا هكا للطواجن، وعاد توضعوا المقله على النار كتخليوها حتى كيسخن وكتسرحوها بنفس الطريقه في الورق ديال الطبخ وكطيبوها على شعله اللي كتكون مهيله مع الاستمرار في التحريك والتقليب باش هكايا ما تحرقش معكم وطيب وما تجيكمش هكايا كتكسر. وفي الاخير راه كتخدموا بداك الشيء اللي عندكم. غير هي نصحكم تجربوا الورقه ديال المصلوح راه كتجي رائعه وسهله في نفس الوقت. وهذه هي الورقه ديالي. بالنسبه للورقه فانا ما دهنتهاش بالزيت، خليتها كما هي، يعني ما يحتاجش تدهنوها بالزيت، هكايا غير ديروها على بعضها وغطيوها باش هكايا ما تنشفش معكم. وهنايا شكلتها هكايا بهذا السيجار وكذلك هكايا بالبريوات مع ضيق الوقت، يعني ما شاركش معكم الطريقه من الاول، فقط شكلتهم هكايا وغنحتفظ بهم في المجمد. مني كنبغي هكايا نطيبهم راه كنخرجهم كندهنهم هكا واحد شويه ديال الزبده وكنطيبهم. وهكا نكون شاركت معكم الورقه ديال البسطيله ديال المصلوح من الاول حتى الاخر ناجحه. ما عليكم الا تطبقوا الوصفه.